اليوم انا ضايج منزعج، فقلت اريد اسوي فد شيء اتونس بيه واونس متابعيني بيه، فقررت اشتري اشياء غريبه من النت. قبل ما نبلش بالحلقه لك روح جيب اكل وحلويات ونساتل وكبوسه وتمن ومرقه وباوع على وجهي الما ينشبع منه، لان اليوم الحلقه كلش راح تونسك. يا اخي ايش قد احب التفاح الاخضر، بيه حموضه. مشتهي اكل تفاح بالدولمه. باعني تجي افكار ببالي كلش غريبه، مثل هسه اشتهيت اكل تفاح حامض بالدولمه، بس النسوان اللي دا يشوفوني امنيتي واحده منكم تغامر وتحط تفاح اخضر بالدولمه وتشوفه شلون يطلع، لان امي ما تقبل تسويها، تخاف لا تخرب الدولمه. ماشي يمه ماشي. طبعا قاعد اتصفح بالفيس ولقيت هذا المنشور كاتبين حصريا جهاز ماكينه صناعه الشعر بنات، السعر 30,000 دينار فقط. واو، نشتريها شباب؟ من كنت صغير كنت انتظر ابو الشعر بنات يجي للمنطقة، وكان ابويا ينام الظهر فانتظره يقعد العصر حتى اخذ منه ربع، وكان ابو الشعر بنات يجي الظهر فيروح علي وما لحق لان ابويا نايم. فاليوم قررت احقق حلم الطفولة واشتري هاي الآلة. واو باع شكلها شلون كيوت. تمام، جهاز صانع الشعر بنات، مميزات يقوم بصناعة شعر البنات. لا عاد ايش يصنع عصير الرمان؟ هو جهاز صناعة شعر البنات، هي هاي مميزة بشرفك. سعر الجهاز 30,000. خلينا نروح نطلبه ونرجع لكم. بق وصل جهاز الشعر بنات مثل ما قاعد تشوفون. خلونا نفتح الصندوق ونشوف شنو بيه. اوكي، بس والله طلعت كبيرة، باعش كبرها. متحمس. اليوم راح نسوي شعر بنات شباب، اليوم اوزع لكم كلكم. اوكي. ندب هاي هنا جوا وبعدين ننظف شباب. سيمش بيدش ما حد يفيدش، واحده تجي تنظف لي. مثل ما قاعد تشوفون، وهذا الجهاز مثل ما قاعد تشوفون طبعا يجي مكيس. شلون نفتحه هذا؟ ما ادري. نقلبه ما قاعد ينفتح شباب. هذا عاصي الحلاني. اوكي نايس والله جا نفس الشكل شباب. طبعا مثل ما قاعد تشوفون يشتغل على الكهرباء. طبعا لقيت بالكرتونه اعواد اللي راح نشيل بيها الشعر بنات. هم زين انا كنت شايل هم، قلت منين اجيب ذني الاعواد؟ قلت اجيب شيش مال تكه، بس طلع موجود بالصندوق ذني، ولقيت هاي بالصندوق ما اعرف شنو. اعتقد لازم نحط الشكر بهذا المكان، ما ادري، لان مثل ما قاعد تشوفون اكو هنا فتحه، اعتقد هاي الجهه تتركب هنا. اوكي والله ركبت. هاي تفتار العب ديم، بس باعوا شكلها الرهيب، صايره على شكل عربانه منها تدفعها تيت 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 تيت. وهسه يجي وقت تشغيلها ونشوف هل فعلا راح تسوي لنا شعر بنات لو ينصبون علينا. اوكي شباب، جبت كوب شكر خمطته منهم بدون ما تدري. وهسه شنو لازم ندير بهاي الفتحه؟ ناخذ شويه. اوكي شويه بعد دير، زياده الخير خيرين. شو تقولون شباب، هذا كافي؟ لو بعد انا اشوفه كافي بصراحه. وهسه شنو لازم نشغل الجهاز. من نشغل الجهاز هاي راح تقوم تفتر. يلا بسم الله. اوكي هذه طفر الشكر اشتغلت. واو متحمس. اوكي شنو هسه خلينا نفتح هذني الاعواد مالتها. او ماي جاد قاعد يشوفون جوا صارت حمراء. اشتغل هيتر. اوكي وش وقت يصير الشعر بنات يا عيال؟ المفروض نحط العوده هنا ويصير شعر بنات داير مدايرها. اعتقد لازم يستوي الشكر جوا ويصير عباره عن خيوط. يلا عاد ايش وقت؟ ماكو شي دا يظهر هنا شباب، كل شي ما دا يظهر. المفروض هنا يظهر. انا شايف ابو الشعر بنات هيجي عنده ماكينه هيجي يحط عوده ويفر بيها. زين ليش ما قاعد تصير؟ اوكي دا شوف ايش يظهر. الحب. شوف لك اشتغلت والله، سوينا شعر بنات. الله قاعد تشوفون؟ الله رهيب. وقف باوع. شعر بنات وين اولي وين ابات بالمحطة تبكي علي البطة. باوع. سويناها والله. واخيرا تحقق الحلم، وبعد ما انتظر بالشعر بنات. والله حطيت شويه شكر باعش قد صار. باوع ما يخلص. اوكي خلينا نطفيها. اعتقد هيك كافي. قامت تطقطق، قام يطلع منه صوت غريب. اوكي وهسه يجي مرحله الذوق. بسم الله. او ماي جاد لك طعم شعر بنات.
نفس هذا اللي يبيعوه. لك طلعت الشغله سهله. واو. بعدك هنا. طلع كان غير زعطوط. شباب نجحت الخطه بصراحه. الجهاز رهيب. مع العلم انا ما حطيت شكر هواي. تقييمي لهذا الجهاز انطيه 9 من 10. وماكشي بحلقي. خلونا نروح للمنتج الثاني. المنتج اللي بعده شنو هذا؟ قلم؟ ما دا اعرف شنو هذا، بيدقمه. اوكي، صورة ثانية تقول قلم النحت السحري يمكنك النحت على الخشب والحديد والزجاج والبلاستيك. واو، شنو دي ينحت على بيضة؟ هاي بيضة. اوكي، سعر هذا القلم 5000 دينار. وات؟ رخيص. لا لازم نجرب هذا الشباب. نروح نطلبه ونرجع لكم ونجيب بيضة. تمام، وصل القلم السحري مثل ما يقولون. طبعا اجاني نفس اللي بالصورة. لحد هسه المصداقية 100%. طبعا ما اعرف على شنو يشتغل. حاطين لي بيه ابره ثانيه هنا مثل ما قاعد تشوفون، اعتقد ننحت بيها. فخلينا نفتحها، ما اعرف على شنو يشتغل. بلكي طلع الباتري واذا على الكهرباء بعد احسن. اوكي تمام، وطلع القلم. حلو والله، ثقيل. يبغى هيجي بعدين ننظف. بس خلينا نشوف على شنو يشتغل. نفره هذا المفروض. انفتح والله. حلو على الباتري. بس كم باتري ياخذ؟ اعتقد باتريين قلم. اوكي، جبنا الباتريات. اوكي، هذا الاول وهذا الثاني، مفروض 2. اوكي. اشتغل شباب. ديم. اسمع الصوت. طبعا شباب جبت بيضة حتى نطلع كذبتهم. تمام، هسه خلينا نجرب القلم. بسم الله. وات؟ والله نقشت. شوفوا الخط. فوق ثواني خلينا نرسم قلب. خاف اطق بيدي البيضة يا عيال. اوكي، يعني سويت بيها قلب باعوا. يعني مثل ما قاعد تشوفون، قلب تعبان. قلب مجروح. بس زينه شباب، اشتغلت والله رهيبه شباب. طبعا بيها ابره ثانيه بعدني ما مجربها. اوكي، هاي الابره الثانيه خلونا نركبها بمكان. هاي شلون نشلحها؟ اعتقد هيك تنشلع. اوكي تنشلع هيك زين. ونخلي هاي، اعتقد هاي اقوى. نايس. باعوها صارت منبله. شوف هسه شنو شباب. نرسم براحتنا. بسم الله. اسمع الصوت يتغير. اسمع. واو والله بجي. خلنا نرسم سهم. اوكي، مثل ما قاعد تشوفون. تمام، هاي النتيجة مثل ما قاعد تشوفون. انه سهم العشق الممنوع. طبعا تقييمي لهذا المنتج 8 من 10. خصوصا يفيد الناس اللي عندهم مهارة بالنحت. كلش راح تستمتعون به. ويقول لك تقدر تنحت حتى على البلاستيك والخشب والزجاج والحديد. لحد هسه المنتجات رهيبة. نروح على المنتج اللي بعده. تمام، المنتج اللي بعده هاي صورته اللي اسمه مكبر شاشة الهاتف الخرافي. أنا قلق من كلمة الخرافي. سعره 10,000 دينار. يعني سعر نوعا ما يعني شوية غالي يعتبر. بس إذا صدق عرض لنا الصورة بهاي الطريقة معناها المنتج صدق خرافي ويستاهل أكثر من هذا المبلغ. خلنا نروح نطلبه ونرجع لكم. وكان يوصل المنتج. هو المفروض يكون بعدسة على أساس مثل ما قاعد تشوفون، وانت تحط تليفونك ورا العدسة، فالعدسة تكبر لك شاشة الموبايل وتعرض لك اياها بشكل اكبر كأنما دا تشوفه بايباد. فخلونا نفتح هذا المنتج ونشوف شنو سالفته. اوكي، خلونا نفتح الكرتونة. اوكي نايس. بسم الله. واو ديم، باع الخشبة البيه. خلينا ندب هاي اللي ورا عود بعدين ننظف. اوكي، باع الخشبة رهيبة. العاب والله، تصميم شقاقي لحد هسه الوضعية لوز. اوكي، العاب هاي تتحرك. واو يا عيال. بس هاي شلون؟ ما اعرف شلون افتحها، ما اعرف. اوكي، وهاي الشاشة مالته الزجاجية.
حلو هيجي نايس. بهاي الطريقة اعتقد هنا ينحط التليفون وهاي العدسة المكبرة. تشوفون خشمي والله؟ الو ما ادري، خلونا نجرب. عندي هذا التليفون راح اشغل بيه مقطع الي. اوكي شباب هسه انا قاعد ابوع عليه الصدق شباب، الشاشة كبرت يعني صار اوضح. وين او ماي جاد باع الفرق. خل اشوفكم. شوفوا شباب مثل ما قاعد تشوفون هاي العدسة اللي قاعد تشوفون منها الفيديو، باع التليفون ايش قدوته بس باع الفرق. باع الفرق. يلا جاهز 1 2 3 بق. شوف ايش قدوته، شوف ايش قدوته. رجعه باوع. وهسه راح اشوفك التليفون شاشته ايش قدوته. شوف يعني بالعين احلى من الكاميرا بهواي. انتوا هسه اعتقد تشوفون بالكاميرا بصورة يعني شوية مو واضحة اعتقد. شوفوا شباب راح اشيل واشوفكم الفرق. باعوا لاحظ يعني شيء على شيء المنتج زين، بس اعتقد لان اكو اضاءة هنا اذا طفي الضوء وتبوع بس عليها تحسه ايباد. فتقييمي لهذا المنتج 7 من 10. نروح للشغلة اللي بعدها. اوكي المنتج اللي بعده مكتوب وداعا لحرارة الصيف. بدينا كذب. بخاخ تبريد السيارة السعر 6000 فقط. وات شلون يبرد السيارة يعني. شوف اوكي هاي صورة ثانية إله اعتقد بخاخ صيني، بس لو تلاحظون شباب باعوا ديروش على السيارة ومجرشة. معقول اكو هيك بخاخ؟ خلينا نروح نطلبه ونرجع لكم. وكان يوصل لنا البخاخ مثل ما قاعد تشوفون. هذا هو البخاخ نفس ما موجود بالصورة. بس السؤال هنا شلون راح اجربه وانا ما عندي سيارة؟ ماكو غيره ابو الوقفات. وهاي سيارة سرمد راح نجرب البخاخ عليها نشوفه كذب لو لا. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك سرمد؟ شلونك؟ يقول لك اليوم جايب لك بخاخ غير. ايه يقول لك راح يسوي السيارة مالتك مجرشة. هاي شنو؟ ما اعرف شنو السالفة صدق لو كذب. شو تقول انت شايف هيك بخاخ؟ نجرب ونشوف. يعني شايف هيك بخاخ؟ لا ما شايف. هذا البخاخ الصيني العجيب يسموه. صدق؟ تعال خلينا نجرب. سرمد سد لنا الجامات. اريد السيارة تصير فرن مال صمون. هو شوف بالصورة راسمين تبخها على هاي المنطقة، على هاي الجهة يعني مال التبريد اعتقد. فراح ابخه هنا اي ونشوف صدق يعني. ولازم يشغل اعتقد لازم يشغل شغل التبريد؟ لا شغله هسه شغل. نرش هنا سرمد عادي. يلا رش. بسم الله. الله باردة كلش. باردة كلش. شو والله لازم سرمد. شنو هاي شو يصمت حارة؟ حار. شو السالفة؟ حارة صدق. شو هاي الجهة صارت تحر من هاي. شغل التبريد؟ شغل تبريد. صار تلمع. صدق يعني صار اللون تغير. بس شغل تبريد. علي صار تحس اكو فرق؟ لا ماكو اي فرق. بس هوا بارد صار. شو هو؟ مو هوا تحس جاك هوا بارد؟ اي هذا التبريد هذا. ادري يعني ماكو هوا بارد شوي لا، غير. هذا ما بي اي يعني مادة هواء بارد. طبيعي كلش طبيعي. لا شنو السالفة؟ شنو صار؟ ما شو والله نجيب ايدك خليني ارش عليها؟ طب غير استخدام. يعني ما اعرف شو والله. تحس برودة؟ لا برودة؟ مادة طبيعية. هاي صار لنا ساعة مشغلين السيارة وكل شيء ماكو. خلصنا صار لنا ساعة نرش وماكو. كل شيء ماكو. ادري ذول يضحكون علينا سرمد؟ هي هاي البيجات. النصب علينا. باي. اوكي المنتج اللي بعده عبارة عن مبردة وكاتبين جوه مبردة صغيرة الحجم. يعني شلون صغيرة الحجم؟ مبينة شو كبرها بس لا اكو فوق دقم مبينة صغيرة اعتقد تطلع هالقدوتها. سعرها 20,000 دينار. واو رخيصة. خلينا نروح نطلبها ونرجع لكم. وكان توصل المبردة. شوفوا ايش قدوتها. جاينا الصيف يا عيال ونحتاج مبردة تبردنا. هل يا ترى هذه المبردة راح تبردنا؟ هسه يجي على الحجم اذاني ما تبردها. بس خلينا نفتحها ونشوف شنو سالفتها. اوكي شباب هسه نجي الى مرحلة الفتح. بسم الله. اوكي واو شوفوها. نذبها لي ورا بعدين ننظف. اعتقد هاي المبردة على الشحن شباب.
شوف 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 بهذا الكيس بعدين ننظف. اوكي هذا الكتالوج مالتها اعتقد على الشحن مثل ما قاعد تشوفون، وياها كيبل، وهاي المبردة باعوها. شوف ايش قدوتها، شوف 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 تشبه المبردات اللي يحطوها برا. واو بيها حلفة جوا تشوفون، واكو مروحة هنا، ما اعرف مبينه يمكم لو لا، اكو هنا مبنكة. عموما منين نحط لها مي ما ادري. هنا حلو، حطي لي الواير جوا. نطلع عيني، نطلع يا عيني، نطلع صبعي تشلب. اوكي واحد يحط الواير هنا لك، ذولا شنو ذولا؟ هاي نقطة سلبية الكم، خلينا نشوف ادائها واقيمكم. لك ما يطلع. اوكي طلع. هذا هو الواير. اوكي نفتحه. هذا المدخل مال سامسونج القديم مال دوز. ما اعرف هل يا ترى راح تشتغل. خلينا نحط لها مي ونجي. الحوض مالتها كلش صغير شباب، اعتقد هذا بسرعه ينشف. خلينا ندير لها مي قبل ما نشغلها. هي ما ادري على الشحن لو بس على الكهرباء تشتغل. اوكي على الكهرباء مو على الشحن، علامات. خلينا ندير لها مي. بسم الله. اوكي كلش كافي للتجربه. نسد هذا. اوكي وين مدخل الشحن مالتها؟ ما ادري. وين واحد يحط لها البلك. الله الله قامت تتنقط. هاي ليش كل المبردات ينقطن؟ هذا مدخل الشحن. هذا هو مدخل الشحن. بسم الله. شنو خاف ننتل يا عيال، صارت بيها مي. اوكي هسه وصلت الواير مالتها بالكهرباء، وهسه راح نشكل مدخل الشحن. اوكي بسم الله. وهسه شنو المفروض؟ بس نشغل، ندوس هاي الدقمة وتشتغل. بسم الله. واو اشتغلت وبيها 3 سرعات. هاي السرعة الثالثة، هاي السرعة الأولى، وهاي السرعة الثانية، وهاي السرعة الثالثة، وباع بيها قلوب جوا. بس خلينا نقيس الهواء مالتها. قام يقع على مي. قامت تدخر شباب، تدخر من جوا يا عيال. شنو هاي؟ ايش تيجي تدخر؟ الهواء مالتها والله شوية ببرودة، مو هواي، شوية. بس قاعد توقع مي علي من كل الجهات يا عيال. اعتقد لازم ما تحركها، تخليها ثابتة هيجي. اعتقد لازم تخليها ثابتة. وهاي الطريقة والالوان مالتها تتغير. بقى على الالوان صار اخضر، يصير ازرق. شوفوا نقدر نطفي الضوء او نغيره. كلبة الدقمة انكسرت. منا باعوا منا نغير الالوان مالتها. والله شباب هواها حلو، يعني ما تحطها على مكتب تضرب عليك فشي كلش حلو. بس السؤال هنا ليش قاعد تخر مي؟ يعني الحوض مالته قاعد يخرخر ما تعرف ليش. والله برودة شباب، هوا بارد حلو، يعني تحطها على وجه. اذا مطفية الكهرباء والله شباب تفيد، خصوصا اذا مطفية الكهرباء بالعراق تقدر تشغلها على باور بانك تشتغل طبيعي، طلع لك هوا حلو، يعني هوا منعش. بس مشكلتها تخر، اعتقد لازم تثبتها بمكان. انا غلط هيجي احركها شي على شي. هواها حلو صراحة، حبيتها يعني رغم ان ما هي قاعدة تخر لحد هسه باعودة تخر، بس حبيتها. تقييم لهاي المبردة الكتكوتة 7 من 10، خصوصا من تكون الكهرباء مطفية. ننتقل على المنتج اللي بعده. بما انه احنا جبنا اصغر مبردة بالعالم، خلونا نجيب اصغر تليفون بالعالم اللي هو هذا يقولون اصغر تليفون موجود بالعالم، اللي هو حجمه بقد حجم الجداحة، وسعره 25,000 دينار. والله ما يسوى، هو يعني جهاز 1100 يعني. شو تقولون يسوى لو ما يسوى؟ راح نحدق يا عيال، هنحدق. شنو هالمصاريف الزايدة؟ هاي بذا صارت سلسلة افلس. احد يقول لي سويها سلسلة، فخلي نروح نطلبه ونجربه. اوكي شباب وصل لنا التليفون. شوفوا بس شوفوا ايش قدوته. هذا التليفون شباب. خلونا نفتح الجهاز. طبعا الكرتونه مالته هيك جتني مفتوحه، ما اعرف ليش، كان مشمور جوا درج هيك احسه. اوكي نفتح مالته الكرتونه. طبعا كرتونه اسوأ كرتونه اشوفها بحياتي. بيها هاي اعتقد شنو هاي مال الاذان. تخيل سيطلع هذا السماعه. شو والله خلينا نشوف. سماعه. هذا الكفر مالته باعوا سماعه وتشد هاي بيها. باعوه وتلبس التليفون هيجي. وات؟ معقولة تلبس التليفون هيجي بذولك وتحكي بيه؟ ويجي وياه هذا الواير مال الشحن. باع ايش قدوته. اتمنى التليفون بيشحن. شوف ايش قدوته. لك ايش قدوته، منظره كيوت. ما ادري انا ايدي كبيره، بس هو كلش صغير شباب.
اوكي خليني اجيب لكم جداحه بصفه باع. شوف جداحه اكبر منه حرفيا. با حرفيا الجداحه اكبر منه. باع شباب باعوا. شوف التليفون ايش قدوته. شوفوا وهاي الجداحه. تلاحظ فرق الحجم. امنيتي شباب امنيتي يطلع بيه شحن. تمام خلينا نشغله. بسم الله. يلا بسم الله اشتغل. ما بي شحن يا عيال. ما بي شحن يا عيال. اوكي مدخل الشحن لي فوق. اول مرة اشوف تليفون مدخل الشحن لي فوق. شوفوا لي فوق. هاي لي فوق. واو مفروض من جوا. اوكي شباب حطيته على الشحن وما قاعد يشتغل. ما اعرف ليش. ولا قطوني. لو دازي لي واحد عاطل. ماكو حتى بدي يطلع لي علامة مال شحن شي. حرامات. شو رايكم نحطه هيك على الشحن منا لحد نهاية الفيديو. بس حرامات حلو شباب. اوكي شباب طبعا الجهاز طلع ما بي شي يشتغل بس طلعت البطارية اللي بداخله متحركة. نعم هذا الجهاز اللي قدامكم بيه بطارية. تخيل. عموما هسه شحن المفروض فراح افتحه نقول بسم الله ان شاء الله ما يفشلنا. بسم الله. اوكي باور اون واي. تلعب باع. سمع الصوت. اشتغل. شوف بس بي قليل شحن شباب. اوكي شنو نقدر نسوي بهذا التليفون؟ عربي كاتب لي اضغط للالغاء. شوفوا مقفول. انا اتذكر التليفونات القديمه من تقفلهن. من يتذكر تليفونات نوكيا من تريد تقفلهن وتفتحهن هيك بعد دوس هاي والنجمه او هاي والشباك. اعتقد لو هاي والنجمه لو هاي والشباك. هاي فتح مراسله دليل هاتف. خلينا نشوف شنو نلقى بيه رسائل. كتابه رساله. صندوق الوارد. شوفوا تشوفون انا ما قاعد اقرا. انتوا تقروا شوفوا حياتنا ب 2004 شلون كانت. 2005. هذا التليفون اعتقد بيه بلوتوث مثل ما كاتبين. اوكي بلوتوث بيه باعوه. نشط. المفروض هسه نقدر نكنك تليفوننا الايفون على هذا ال 1100. بس باعوا الفرق. شو الفرق؟ اوكي كنكت عليه هسه نشغل شيء اعتقد يشتغل. قاعد اسمع الفيديو هنا. دا اسمع الصوت هنا. شغلت فيديو هنا دا اسمع هنا. شباب التليفون طلع سماعة. اسمع الصوت. طبعا شباب بي بطارية لي جوا اعتقد ما يصير له سيم كارت. ما ادري شو بالله. خلينا نفتحها. باعوه. شوفوا بطاريته اصغر بطارية بالكوكب. باعوا. اوكي شوفوا شباب بس باوع. شوفوا البطارية مالته ايش قدوتها. باعوا. ماي جاد يصير بي سيم كارتين. هذا سيم كارت اول وهذا سيم كارت ثاني. نايس. باع البطارية ايش قدوتها بس باع. شوف يعني ها على حجم ايدي باعها. هذا التليفون. طبعا بما انه طلع بي سيم كارتين فتقييمي للمنتج 8 من 10. اولا تليفون غريب. ثانيا تقدر تحط له سيم كارتين. ثالثا تقدر تحوله الى سماعه تحطه مثلا جوا الكلو مالتك او الشفقه وتسوي تخابر من تليفونك الثاني وتحكي بهذا. فشي على شيء اولا شكله غريب وثانيا قلت لكم بي سيم كارتين فتقييمي الى 8 من 10. ونروح للمنتج اللي بعده. المنتج اللي بعده شباب هو هذا الجهاز. هذا الجهاز شنو هذا جهاز الصابون الذكي مثل ما مكتوب. المميزات مالته شنو؟ ماكو مميزات وسعره 20,000. اعتقد على حسب خبرتي انه هذا الجهاز بس تمد ايدك جوا يطلع لك صابون تلقائيا بدون ما تدوس الدقمه او بدون ما تعصر بيدك. بس تمد ايدك بحساسات مجرد ما تمد ايدك يطلع لك صابون. فخلنا نشتريها ونشوف شنو سالفتها. اوكي شباب وصل لنا هذا الجهاز مثل ما قاعد تشوفون مرسوم ايد قاعد تغسل بالصابونه وبصفى هذا الجهاز. يعني مثل ما قلت لكم انه هو جهاز اوتوماتيكي يطلع صابون. خلونا نفتح الجهاز ونشوف شنو بداخله. نفتح الكرتونه ونقول بسم الله. بلكت حاطينه وياه صابون. اوكي هذا هو الجهاز ابيض مو ازرق مثل ما قاعد تشوفون. شنو بداخله؟ بداخله علاقه. نوخر الكرتونه على صفحه ونشمرها لي ورا وبعدين ننظف. ورا الحلقه اني سيمي بيدي ما حد يفيدني. نرجع لموضوعنا. الجهاز طبعا يشتغل على الباتريات. امنيتي فد يوم شركه تحط لي باتريات ويا البضاعه مالتها ماكو. فخلي نحط له باتريات بس قبل ما نحط له باتريات لازم نعبي هذا المكان صابون. فخلي نفتح العلبه منها. اوكي من نفتحها هيك تنفتح لو شلونها منها من جوا. خاف ينكسره يا عيال وما يشتغل بعد. اوكي
ناس شوفوا. بس شنو لازم نعبي هاي صابون ونرجع. خلينا نروح نعبيها ونرجع لكم. تمام شباب، ترست العلبة صابون. فهسه المفروض شو نسوي يا عيال؟ نحط للجهاز باتريات. جبت 3 باتريات مثل ما قاعد تشوفون. نفر الجهاز، نحط اول باتري هنا، ثاني باتري هنا، ثالث باتري هنا. وهسه شنو؟ نحط الصابون بالجهاز. انا نسيت اسد الباتريات. اوكي تمام. هسه قعدت الجهاز، فالمفروض هسه لازم ندوس الدقمة هاي ويشتغل. تمام جاهزين؟ بسم الله. اوكي شوفوا طلع ضوء ازرق، شفتوه؟ بسم الله. هسه مد ايدي، المفروض انا مد ايدي هسه شباب. هسه بس مد ايدي المفروض يشمر علي صابون. بسم الله. وات؟ ليش؟ يلا طلع صابون. ايش بيك؟ هاي شنو هاي؟ ماكو. كل ما قاعد عدل. يلا يا معود. خاف مسدودة من جوا. شو تشيس يعني مثلا يأثر؟ لك ماكو ليش؟ يعني للأمانة انه هذا الإحساس مالته يعني شغال باعو. بس احط ايدي هيجي. خاف الخلل بالصابون. لازم احط صابون اخف منه. خلينا نغير الصابون ونرجع لكم. انحلت المشكلة هسه تماما. خففت الصابون، طلع لازم تخففوه حتى يصير برغوة. تمام يلا جاهزين؟ 1 2 3. العب. باع. هذا شباب أأمن من الصابون هذا اللي تغسلون بيه ايدكم، لأن الصابون اللي تغسلون بيه ايدكم 1000 واحد لازمة، فأحس إنه البكتيريا تشلب بيه أو الوساخة تلزق بيه، فأنت تجي من بعد ذاك الشخص تاخذها وهم تفرك بيها ايدك، فهذا أأمن شيء لأن ما بيه لمس. باع. خلاص عيشة سعيدة. نروح للمنتج اللي بعده. اوكي المنتج اللي بعده هو ستاند موبايل متحرك. المميزات مالته يقول لك يستطيع التعرف على الوجه والتحرك اثناء حركتك. واو، يعني الستاند يقوم يتحرك وياك وين ما تمشي انت وحاط قبالك. حلو. يقول لك يستطيع الدوران بشكل كامل، يعني يفتر داير مدار نفسه بشكل كامل. يقول يحتوي على بلوتوث، زاد يدعم البث المباشر. حلو. بيش بالله 12,000 دينار بس، وهذا ما يتفوت. نروح نطلبه ونرجع. تمام وصل لنا الستاند اللي يقولون يفتر وياك ويعرف وجهك وين ما تروح يظل يمشي وياك الستاند. خلنا نفتحه ونشوف شنو سالفته. نفتح القبق مالته. هو قبق لو قبغ ما ادري ايش يسموه. اوكي حلو. والتغليف مالته معفن، بس بعد التغليف. معقولة هذا ستاند ذكي يعرف انت وين دا تباوع؟ خلنا نفتح هذا اللزاق اللي ما له داعي. اوكي ذبها لي ورعد بعدين ننظف الغرفة. تمام. هالقاعدة على الباتريات. ايش قد راح نصرف باتريات بهالحلقة؟ ايش قد راح نصرف باتريات يا عيال؟ اوكي نقعد الباتريات، نقعد الثالث هنا. أنا تمام. ونسد القاعدة. حلو. واللي لاحظته حاليا انه بمدخل مال ستاند تقدر تقعد على الستاند من خلال هاي الفتحه، وهذا الشيء كلش رهيب. طبعا هاي تفتر مثل ما قاعد تشوفون، بس مبينه ميكانيكيه خايسه. هسه شنو شباب؟ كملنا وحطينا باتريات. اعتقد هذا الجهاز يحتاج الى تطبيق، لازم ننزل تطبيق بالتليفون. فخلنا نبحث عن التطبيق مالته. التطبيق هنا موجود باعه، هذا باركود، بس نشغل الكاميرا عليه يحولنا على السوق وينزل لنا التطبيق مال هذا. نزلت التطبيق مال هذا الجهاز او مال هذا الستاند. راح اشوفكم نبذه صغيره. شوفوا شلون الجهاز يتبع حركه وجهي، كل ما اتحرك يتحرك وياي. باعوا. شوف شي تشوفوني؟ شي ما رضي يطلع لكم لو لا. ما له علاقه. شوف رهيب. باع واقف ياخذ لي صوره. شي خلينا نتوخر. يلا خذ لي صوره. يلا خذ. شوف طق لي صوره واحده. هذا اقدر حتى اسوي منه بثوث، يعني تسوي بث مباشر على الانستغرام. باع يفتر وياك. باع. شوف ما لي علاقه. انا ما لي علاقه. يلا صوره. واو الجهاز رهيب بصراحه، يعني ابد مو خساره بيه الفلوس. تقييمي لهذا الجهاز 9 من 10. يا شنو 9 من 10؟ 10 من 10. لا اقول لك ولا تقول لي. نروح للمنتج اللي بعده.
المنتج اللي بعده اشتريته قبل فترة وظليت محتفظ بيه وما ردت افتحه، وبسببه اجتني فكرة هاي الحلقة اللي قاعد تشوفوها، اللي هي هاي الطوبة. شباب هاي الطوبة يقولون على اساس من تشمرها ترجع لك، دائما يسوون عليها اعلانات، فتعالوا خلينا نفتحها ونشوف صدق هاي الطوبة كل ما تشمرها ترجع لك. تعالوا خلينا نفتحها. اوكي شباب، هاي الطوبة شوفوها، هاي بيها مروحة تطير ويقول لك من تشمرها ترجع لك. طبعا البنكة على الشحن، شوفوا هذا الكيبل مالتها، ان شاء الله يكون بيها شحن، هم قالوا بس ترجها تشتغل. ما بيها شحن. نايس، اشتغلت. واو، طير 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 طير، طب جو شربايه. شلون اطفيها؟ لك ما تطفى. باع. او ماي جاد، حرامات بيها الفلوس، سعرها يمكن فوق 10,000. او ماي جاد ملختني. شوفكم بالحلقة الجاية، باي باي. مو سلسلة ضيم.